صباح الفل على احلى اخوات في الدنيا. فيديو جديد فين عند عماد حمدي في المطريه. النهارده هنصور ايه؟ النهارده هنصور العمريه بورصه المقفول وبورصه المفتوح. في تشكيل كبير جدا من عمريه بورصه المفتوح وعمريه بورصه المقفول. عجبني فقلت ان انا اصوره لكم قبل رمضان كده، بحيث ان انتوا الناس اللي عايزه تفرش في العيد او حابه تشحن اوردرات، الناس اللي بتشتغل في نفس المجال زي مجالي. تعالوا بقى نلف الكاميرا ونشوف كل التشكيل ده على الطبيعه، عشان لو انت حابه تشحني تبقى شفت الاشكال ده على الطبيعه عامله ايه. هحاول على قد ما اقدر افرد لكم تشكيل كبير علشان الصوره تبقى واضحه اكتر وتبقوا شايفين الشكل العام عامل ايه في الفيديو. ده كان القطن الصافي 100%. احنا كنا صورناه في الفيديو اللي فات، قلت بس ايه اقرب الكاميرا اوريكم التشكيل على سريع قبل ما نبدا في العمريه. ده كده كله رسومات القطن الصافي 100%. كان فيها رسومات حلوه جدا. اللي ما اتفرجش على الفيديو يرجع يتفرج عليه، لان احنا فردنا التشكيل ده كله في الفيديو اللي فات. بص الرسمه اللي جنبها البني دي، الرسمه دي جميله جدا على الطبيعه، هي واللي جنبها الزيتوني. اللي جنب الزيتوني بقى دي، ولا اقرب لكم الكاميرا عليها، اللي هي ارضيتها اوف وايت دي. الرسمه دي بالظبط موجوده في العمريه، كنت قلت عليها في الفيديو اللي فات. هصورها لكم، هبدا بيها فيديو العمريه واحنا بنفرد تشكيل القماش. ده كده بكام يا ام امل؟ كل اللي انا مصوره لكم ده سعر المتر 210. عايزين تشوفوا بقى كده بالراحه ارجعوا للفيديو تاني. تعالوا بقى ندخل كده على العمريه من اول القلوب الصفرا ده، والرسمه اللي فوق اللي هي طالعه في العرض دي. من اول هنا كده عمريه بورصه المقفول، سعر المتر 85. القلوب دي كلها لسه نازله جديده، يعني ما كانتش موجوده. القلب الصغير ده اللي على اصفر عجبنا قوي قوي قوي. القلب اللي على سيمون ده، الارضيه سيمون ده في الالوان حلوه جدا على الطبيعه. يعني هو يمكن اجمل لون عجبني هو اللون اللي على سيمون. في كام رسمه هنا باكستاني، الناس اللي بتحب تاخد الباكستاني اصور لكم برضو كل الباكستاني. سعر المتر فيه 110. دي الالوان الساده بتاع الباكستاني، بتنزل مشبحه كده. وده كام رسمه اللي باقيين في الباكستاني. ده نسبه القطن فيه اعلى من العمريه، بس تشكيله زي ما انتم شايفين محدود جدا، لان ده الرسومات المتوفره منه. يعني ده اخر حاجه موجوده عند عماد في الباكستاني، ما نزلش منه تشكيل جديد، بحيث ان هو يبقى فيه اوبشن للاختيار. يبقى مثلا ما بين القطن الصافي ده وما بين العمريه، مثلا ده 85 ده 210، فده مثلا 110 في النص وفي قطن اعلى، فتقدري توسطني. لا هو مش موجود غير التشكيل ده. اول ان شاء الله ما ينزل، احنا طبعا متابعينه على طول، اول ما هينزل تشكيل في الباكستاني جديد هنصوره لكم على طول اول باول. تعال بقى نرجع لابو 85 اللي هو اعلى خامه في العمريه، لان زي ما انتم عارفين دايما اقول لكم في فيديوهاتي ان العمريه خامتين، في اكتر من خامه في العمريه. ده كده خامتين موجودين في العمريه. بص الرسمه دي حلوه جدا ورايقه، بصوا جميله جدا. ده كده رسومات الأطفال في البورصة للمقفول. تعالوا بقى نشوف ده. بس الرسمة الزحمة شوية اللي هي جنب البنك المخطط دي المنقط برضو جميلة جدا. هي زحمة بس حلوة، يعني حاجة كده أرضيتها بيضة، بس زحمة الرسومات مخليها تقدر تتحمل شوية للناس اللي بتحب الغوامق، بتحبش الحاجة الفاتحة اللي تتبهدل منها، اللي على أرضية بيضة واضحة قوي. يعني ممكن حاجات زي كده أرضيتها بيضة بس الرسمة فيها كتير فمدارية الأبيض شوية. الرسمة دي طبعا معانا من زمان بكل ألوانها متوفرة. اللون ده خلصان على فكرة، بس انتوا عارفين الحاجات دي بتتكرر. اللون الرصاصي في موف غامق ده حلو قوي، بنفسجي الغامق ده. دي الحاجات اللي هي على بنيات، لو انت عايزة حاجة مثلا معاها بني سادة تبقى حلوة. في كام رسمة حلوة قوي هنا في العمرية.
بص الرسمة بقى اللي هي فيها ارضيتها اوف وايت وفيها وردة زيتي دي، زيتي في كشمير. الرسمة دي برضو جميلة. هحاول بقى يعني افرد لكم رسومات اللي مش هتكون واضحة قوي في العرض زي كده، زي مثلا اللي جنب الرصاصي دي اللي فيها وردة كشمير برضو جميلة جدا. طلع متر ونص بعد اذنك يا عم احمد. كده ده دواير. الرسمتين دول موجودين اهو، الرسمتين دول ما بزهقش منهم ابدا، الاثنين اجمل من بعض، بيتاخدوا ماتشنج مع بعض اصلا، غامق في فاتح كده. الرسمه دي برضو معروفه بس مسحوبه جدا. النجوم اللي على بنك وعلى كحلي الاثنين موجودين. الرصاصي الرسومات ديت ممكن تكون موجودة معانا من زمان، الرسمتين دول ودي موجودة معانا من زمان جدا، كنا بنشتغلها على طول مع السيمون والزيتون، الاتنين بتبقى حلوة جدا جدا في شغل القرانيط، إلا إنهم ما بيبطلوش ولا بيبطلوا ينزلوا لأنهم جمال جدا ومسحوبين. الرسمة دي من الرسومات برضو رايقة قوي بصراحة. العمرية مميز برسوماته السيمبل، وكمان خصوصا العمرية البورصل المقفول بتحسوه أطرى وأنعم شوية. بورصل المقفول يعني نسبة القطن فيه أعلى من البورصل المفتوح، علشان كده بيبقى سعره أعلى شوية. ده 85 التاني 70، في فرق 15 جنيه في المتر، فبيفرق في الطقم شوية لو انت مثلا بتشتغلي وتبيعي أو لو حتى بتشتري لنفسك. الرسمة دي بقى اهي اللي فيها زيتوني فوق دي الرسمة اللي موجودة في التبراق بالملي. هننزلها ونفردها ونبدأ بها أول طقم نفرده إن شاء الله. ملهاش ضيقه ويرميها ويسيبها. والله بيعملوا كده والله. ده كده كل العمرية البورصل المقفول. حبيت ان انا اصوره لكم عشان تبقوا عارفين ايه اللي متوفر عند عماد من البورصل المقفول. تعالوا بقى كده نبدأ من اول هنا كده. بسم الله ما شاء الله. بصوا التشكيل بتاع العمرية البورصل المفتوح قد ايه. يعني بالنسبة للبورصل المفتوح اللي هو ب70 سعره اهدى وتشكيله واسع بشكل لا تتخيلوا. تعالوا بقى نشوف التشكيل بتاعه والرسومات اللي موجودة. بص اللي تحت، هو اللي تحت ده في 3 دي يا خلف ولا ملوش علاقة؟ الاولانيين دول عمرية صح؟ من 3 دي كله ده عمرية. كله ده عمرية. قطن بورصل مفتوح ومقفول، بس ده بورصل مفتوح بس عامة. ده كده ان احنا ماشيين. احنا خلاص صورنا البورصل المقفول، ده كده البورصل المفتوح. بصوا الرسمة اللي هي الكافيه وفيها ابيض، ده اشتغلناه قبل كده برضو كتير، حلوة جدا. فيونكة معاها القاروه الاسود، والفيونكة البيج معاها قاروه بيج بس تقريبا خلصان. ده كده اللبن اللي فيه لا مش باللم جنب ده، جنب اللي تحت رجل. بصوا الرسمة دي بقى. بص الرسمة دي موجودة في البورصة المقفول وموجودة في البورصة المفتوح اللي هي أول واحدة جنب الكاميرا دي. رسومات كتير جدا موجودة في البورصة المقفول. البورصة المفتوح هتلاقوها مثلا مكررة هنا وهنا، يعني بنفس الرسمة بس هي بورصة المقفول وبورصة المفتوح. الكاروهات دي طبعا يعني في ناس كتير بتدخلها كبديل السادة يعني بيستخدموها، بس أنا حبيتها قوي مع السادة نفسه. يعني الكارو ده مثلا مع السادة السيمون أو السادة الأوف وايت في شغل الأطفال اللي هو بكرانيش بتبقى حلوة قوي. عن تجربة شفتها جميلة. لا الرسمة اللي هي فيها أبيض في أسود ده ولا فيها زجزاج دي برضو الرسمة دي حلوة قوي قوي في الفارش. ما فيش منها كشمير على كشمير. المثلثات في مربعات في أشكال هندسية ده برضو أنا واخدة لي أنا من 2 ورغم كده برضو بحبه لحد دلوقتي. بحسه شوية بعيد كده عن رسومات الورود والحاجات دي، فبحس إن هو مختلف. المشبحات دي كان نازل منها كذا شكل، اللي هي تحس ان هي فيها افرع منها فيها، يعني بتميل شويه للساده، تحس ان هم لونين بس بيميلوا للساده اكتر. كده ايه
القلوب طبعا المتوفرة القلوب الكبيرة شوية، القلوب الصغيرة يعني القلب ده وده موجود الأحمر الصغير، بس القلوب بعيدة عن بعضها يعني تحس إن هي فيها مسافة واسعة شوية. المنقط الأبيض أهو. مش عارفة أنا ركزت على ده القلوب بقى بألوانه اللي هو القلب الكبير شوية. أنا شخصيا ما بحبش القلب الكبير ده، يعني بحب القلب الصغير اللي أنا كنت مصوره لكم في العمرية البورسول المقفول اللي أنا صورته في أول الفيديو. لا يا بابا اصلا المفرش هيقول لك ده حلو قوي برضه. احنا ممكن نجيب لها ملايه بس لسه قماش ملايه بس. لا انا ممكن بصوا دي ما اجيبش كيس كبير الاتنين دول واجيب ملايه بكيس. اللونين اتنين اهو بكيس فهمتي الملايه بكيس مخده الاتنين عن بعض. اللي هو كان عاوز السمني ده يبقى المفرش بملايته ومتطبق بحقه. هي دي كل ملايته جوز الطلاق. دي نازله جديده اللي هي مش هقول بقى انتوا شايفين. وبصوا منها الفيونكه برضه اهو. الفيونكه المنقطه نقطه صغيره سوداء. بصوا رسومات كتير جدا لا تتخيلوها. ده كل التشكيل ده. بصوا الرسمه دي جديده قوي حلوه قوي دي. تشتغل اطفال وتشتغل كبير الاثنين، بس هي في الاطفال تبقى روعه. الرسمه دي حلوه قوي. والرسمه اللي بعدها اللي هي فيها ورده. بصوا انا اصلا مقرباها فتحس الورده كبيره لكن هي اصلا ورده صغيره. بصوا من قريب بقى شوفوا شكل الورده عامله ازاي. مش اللي هي اول واحده، تاني واحده على طول. يلا خلص حاول اقرب لكم عشان فعلا هي من بعيد ما بيبقاش باين رسم. بصوا الرسمه دي بقى، الرسمه اللي هي البيضه اللي فيها ورده كشمير ومنتي دي. الرسمه دي انا صورتها لكم هناك وقلت لكم ان هي موجوده في بورصه المقفول وموجوده في بورصه المفتوح. من هذا بقى القبيل كتير في العمريه البورصه المقفول والعمريه البورصه المفتوح. عشان كده ما تستغربيش لو لقيتي مثلا طقم في السوق بسعرين مختلفين، يعني واحده بتبيعه عالي واحده بتبيعه قليل، في اختلاف في الخامه، فلازم تكوني فاهمه في الماتريال. هي عموما كل ما كان البياض بتاعها اروق ويكون ملمسها قطن اكتر تعرفي ان هي يعني. بصوا ده حلو قوي رغم ان هي بورصه مفتوح، بس الا انها بورصه مفتوحه اهو بقى عشان تبقوا انتوا فاهمين. عشان في ناس كتير بتبقى اول مره تشوفني فبترجع تسال يعني ايه بورصه مفتوحه، تحسهم شرشر من تحت كده. لما اروح هناك اوريكم البورصه المفتوح. بس الرسمه دي رايقه وسيمبل وجميله وبسيطه وكل حاجه فيها حلوه. الرسمه دي عجباني قوي والقطن فيها تحسه كتير يعني تحسها جميله ومحمله كده. بصوا على رصاصي وعلى ابيض الاثنين والدرجتين اجمل من بعض لانه الرصاصي بتاعها سيلفر فاتح. انا ما بحبش الالوان الغامقه في الاطفال، فالرصاصي بتاعها سيلفر الفاتح شكله حلو جدا. ده كده رسومات الاطفال المتوفره. طبعا هتلاقي الرسومات دي كلها موجوده في جروب التليجرام اللي هسيبه لكم تحت الفيديو في اول تعليق مثبت. كل الاشكال ده مفروده ومتصور معاها كمان الالوان الساده اللي تمشي معاها من ماتشنجات، منقطات، مربعات، حاجه زي كده. وفي حاجات بتبقى طبعا ماتشنجات الماتشنج بتاعها الاتنين منقوشين بس غامق في فاتح، فهتلاقي ده كله مفرود في تليجرام ان شاء الله.